ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. حماية والسباك كانوا معايا في قلب الشقة، ومش هتصدقوا بقى ايه اللي حصل. كملوا معايا لحد الاخر عشان تعرفوا ايه اللي حصل معايا بالظبط. ويا ريت قبل ما نبدأ تنزلوا حالا تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد منزلاه. ويلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا بتحكي وبتقول لنا حكايتها ايه. صاحبة الحكاية بتقول انا كنت متجوزة بقالي 25 يوم بس. اول يوم ما اتجوزت كنت طايره من الفرحه، وقضيت اول ليله انا وعريسي ليله كده من الخيال. كنت حاسه ان انا بحلم وقتها، لاني بصراحه كان بيني وبينه قصه حب كبيره جدا. يعني زي ما تقولوا كده ما صدقنا ان احنا نتجوز ونكون في شقه احنا الاتنين لوحدينا. كنت سعيده جدا معاه وهو كمان كان سعيد قوي، وحسينا ان احنا خلاص ملكنا الدنيا واللي عليها. عدت اول ليله جواز وتاني ليله كمان وتالت يوم يعتبر من جوازنا. كنت صاحية كده تقريبا الظهر، قمت من جنب جوزي وقلت خلاص اقوم احضر له فطار كويس وهصحيه بكل دلع وحب كالعادة. حطيت الروب عليا وخرجت من الأوضة. أول ما فتحت باب الأوضة اتفاجئت إن أنا لقيت حماية قاعد على الكنبة، وكمان ممدد رجليه وماسك الريموت وقاعد بيتفرج على التلفزيون. أنا اتفاجئت جدا، ما كنتش متخيلة إن هو يبقى معانا في الشقة. جريت على جوزي وقلت له الحق باباك قاعد في الأنتريه بيتفرج على التلفزيون، هو ازاي دخل؟ لقيته بيقول لي ما هو كان معاه مفتاح من الشقة، مفتاح الشقة لما كنت لسه بشتغل فيها وبوضب فيها عشان يدخل الصنايعية اللي بيوضبوا الشقة، يعني لما اكون انا في الشغل. قلت له ازاي وما تاخدش منه المفتاح من يومين؟ لقيته بيقول انا نسيته خالص وما جاش على بالي خالص، وبدل ما كنت لابسه الروب لبست الازال وكمان الطرحه بتاعته وخرجت. ولما خرجت لقيته بيقول لي استني ده السباك جوه في المطبخ. كان حماية اللي بيقول الكلام ده. قلت له السباك هنا بيعمل ايه؟ لقيته بيقول لي اصلا انا لاحظت ان يوم الصباحيه لما كنت في المطبخ ان الحنفيه كانت بتاعتك بتنقط، عشان كده جبت السباك اللي هو اصلا مركب السباكه بتاعتك وقلت يصلحها. اتعصبت جدا وقتها وكنت عاوزه اقول له ازاي تجيبه كده من غير استئذان وانت عارف ان احنا لسه عرسان جداد، لكن حطيت في نفسي وسكت. ولقيته بيقول لي شوفي كده بقى السباك هيشرب ايه؟ قلت له طيب هو انت يا عم مش هتشرب حاجه؟ قال لي ايوه، اللي هيشرب منه السباك، اللي هتعمليه انا هشرب منه. خرج جوزي بعد ما لبس هدومه وقعد مع ابوه. قال له انت ليه ما عرفتناش قبلها او حتى اتصلت علينا؟ هو انت مش ملاحظ يابا ان احنا عرسان جداد ولا ايه؟ لقيته بيقول لي في ايه يا ابني، وانا ابوك برضه سترك وغطاك. قال له ماشي، بس انت جاي معاك راجل غريب، افرض مراتي قلعه ولا احنا قاعدين يعني في وضع مش كويس، كان هيبقى مظهرنا ايه دلوقتي؟ المهم الموضوع عدى، وبعد ما خد السباك ونزل لقيت حماية لسه قاعد وبيقول انت هتغدوني ايه النهارده؟ استغربت كده، قلت له امال طنط فين؟ لقيته بيقول لي طنط راحت تزور اختها. يا اخويا روح لابنك ومرات ابنك وعيش معاهم اليومين دول لحد ما اطمن على اخواتي والف عليهم كلهم. اتغصت جدا من جوايا وكنت متعصبه قوي. ندهت على جوزي وخدته اوضه النوم وقلت له هو ازاي مامتك تعمل حاجه زي كده؟ وهي عارفه ان احنا لسه عرسان وانت شغال وانا شغاله، يعني كل موضوع اسبوع هنقضيه مع بعض، مستكترينه علينا ازاي؟ وبعد الاسبوع ده كل واحد فينا هينزل شغله، هو مش قادرين يعني يصبروا لحد ما نشبع من بعض ونكمل من بعض شويه؟ لقيته بيقول لي طبعا معلش طولي بالك انا هتصرف في الموضوع ده. طبعا في اليوم ده بابا دخل اوضه النوم بتاعه الاطفال وبص فيها. عدى يوم والتاني والتالت لحد ما اجازتنا كانت خلاص قربت تخلص، وانا قاعده متعصبه جدا وانا وجوزي متضايقين، لكن ما كناش عارفين نعمل اي حاجه ولا عاوزين نعمل حاجه. استحملت لحد ما حماتي جت. في خامس يوم لقيت حماتي جايبه شنطه هدومها وجايه، كانت جايه من عند اخواتها. عملنا الغدا وغديتهم هما الاتنين، ولقيت جوزي بيقول لها طيب يا ماما بقى مش هتروحوا عشان ترتاحوا؟ لقيتها بتقول له ايه؟ انا داخله اغير هدومي وانام في اوضه الاطفال شويه على مراتك تحضر العشاء. انا اول ما سمعت الكلمه دي اتعصبت جدا وخلاص بقى كل حاجه ما بقتش متوازنه. زعقت فيها قلت لها اوضه اطفال ايه اللي انت رايحه تنامي فيها؟ هو انتوا ما عندكمش بيت تناموا فيه؟ وبعدين انتوا مش ملاحظين ان احنا عرسان؟ انا بقول لكم انا ما فضلش في اجازتي غير انا وجوزي غير يومين ثلاثه، وكل واحد فينا هينزل شغله. ازاي يعني تسيبي جوزك كده لينا من اول اسبوع جواز وتروحي تلفي على اخواتك؟ انتي بالصبر حتى لحد ما نفوق شويه من جوازنا. وجهت الكلام لحماية، قلت له انت ازاي اصلا تفتح علينا باب الشقه كده تدخل عليا واحد غريب؟ وحتى لو مفيش معاك اي راجل غريب ازاي تسمح لنفسك ما دام معاك مفتاح تدخل كده من غير استئذان؟ هي وكاله من غير بواب. واتعصبت فيهم جدا. جوزي كان بيحاول يسكتني عشان خاطر هم ابوه وامه، لكن انا وقتها ما كنتش قادره. خلاص خرجت انا السيطره وما كنتش قادره اسكت خالص. قلت لهم بص بقى الوضع دوت حاجه ولا جاي حاجه تانية خالص. حابين تيجوا وتشوفوا ابنكم على عيني وعلى راسي، لكن بعد كده تيجوا باستئذان وتتصلوا قبل ما تيجوا، لان لو جوزي كل واحد فينا هينزل على شغله ومش فاضيين خالص للكلام الفاضي بتاعكم ده. وانا بقول لكم اهو
قدام ابنكم، لان انا عارفه هو محروق منكم وانا بقول لكم الكلام ده. بس طبعا لقيت مامته شتمت جوزي فجأة شتيمه مش كويسه خالص. وحماية قال يحرم عليا بيتك ده، انا مش هخشه تاني حتى لو هموت. يحرم عليا يحرم عليا ان انت تمشي في جنازتي، وانا اوصي اخواتك التانيين عليك. وهقول لهم كده بعد ما مشوا. اتأسفت واعتذرت وقلت لهم متأسفة جدا، بس انا شديت، كنت شايف الوضع وشايف الحال. بس هم هياخدونا كده طول النهار وقاعدين معانا ليل ونهار. لقيته بيقول لي ما جراش حاجه، انا يومين ثلاثه وهروح اصالحهم. وهم هيتردوا بكلمتين. قضيت الاجازه انا وجوزي مع بعض في اوقات لطيفه جدا، وبعدها باسبوع جوزي كان عمال يتصل على ابوه وامه، لكن هم ما كانوش بيردوا. لما راح لهم البيت طردوه وقالوا ان احنا خلاص اتبرينا منك. انا مش عارفه اللي عملته صح ولا غلط، لكن فعلا هو كان على حق، لان فعلا كنت على حق ان احنا نعمل حاجه زي كده. كل حاجة كانت جاية ورا بعضها، وفي أوقات مش هينفع خالص إن هم يجوا فيها. يعني جايين لي من تاني يوم جواز، حتى من تالت يوم، واللي جاي وجايب في إيده راجل تاني غريب ده. أوقات كتير بحاسب نفسي وبحس بالذنب تجاه جوزي، وبحس إن أنا غلطانة، لكن أنا ما بقتش عارفة أنا غلطانة ولا لأ. ما بقتش عارفة أنا تصرفي دوت غلط ولا صح. طب أنا كان عندي حق، لو حد في مكاني كان هيتصرف إزاي؟ هستنى رأيكم في التعليقات ويا ريت تفيدوني.